السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. ولو انت لسه مشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وما تنسيش ان انت تحطي لي لايك تشجيع منك. يلا بينا بقى كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده ابتديت ان انا اعملها هي اوضة الاطفال. كانت كده يعني ايه فيها بقى حبة تراب كده، قلت ايه طب يلا بقى يا بنت خشي عليها ظبطيها كده. نمنا فيها كده يومين. طبعا انتوا عارفين ان انا بنام، ان احنا بننام في اوضه النوم، بس زي ما تقولوا ايه اللي هو ايه كتغيير كده يعني. نمنا فيها كده بقى منين فبهدلت، فقلت لا خلاص بقى ارجعها كده يعني عروسه زي ما هي، ونرجع تاني بكرامتنا في اوضه النوم. برضو ايه لازم تغيري من هنا لهنا شويه يعني، تحسي برضو بايه بالتغيير. المهم كده بقى دخلت عليها، قلت اول حاجه كده انا انفض الشباك عشان خاطر التراب، وابتدي ايه افتحه كده يهوي الاوضه. وابتدي ان انا اغير كمان ملايات السرير وانفض السرير عشان لو في اي تراب ما يخشش فيه. زي ما انتم شايفين كده بقى ابتديت ان انا افرش بقى الملاية كده وايه. قلت برضو اغير في كده حبة حاجات كده يعني ايه، ما رضيش برضو ان انا اطلع اسمها ايه دفاية. ما رضيتش اطلع دفاية، قلت بقى ايه افرش كده السرير بالطريقة دي كنوع من انواع التغيير. مش كل مرة برضو فاهمين ان انا يعني لما تغيري والله في شكل السرير كده بتحسي اني برضو ايه في حاجة حصلت كده غريبة، فالتغيير برضو مطلوب. المهم يعني عايزة اقولكوا على حاجة. عايزين ان احنا ندعي لاي حد مشتاق بالذرية الصالحة. ربنا يا رب يرزق اي حد مشتاق بالذرية الصالحة. وعايزين واحدة من متابعينا ندعي لها، اسمها آية، ادعوا لها بالذرية الصالحة، قولوا يا ربنا يرزقك يا رب يا آية بالذرية الصالحة يا حبيبتي. ربنا يا رب يرزقك يحقق لك كل اللي انت بتتمنيه، ويرزقك بطفل سليم يا رب، معافي يا رب، يكون عينك. عايزاكم بقى كلكم في الكومنتات كده تدعوا لها. عايزه اقول لكم ان حقيقي كلنا محتاجين الدعوة، كلنا محتاجين الدعوة. انا لما ببقى نفسي مثلا في حاجة ولا ببقى عايزة حاجة وحد بيدعي لي ببقى فرحانة بالدعوة دي. فانتوا دخلوا على قلبها يعني السعادة كده وادعوا لها. احنا في ايام مفترجة فاحنا ندعي لبعض، ندعي لبعض كده اللي مش اللي نفسه في الذرية الصالحة يا ربنا يرزقه يا رب. ربنا يرزقنا راحة البال، ربنا يرزقنا يا رب السعادة، كلنا محتاجينها. وكلنا محتاجين ان احنا نبقى عايشين في راحة بال. راحة البال عمرها ما كانت بالفلوس ولا كانت بالشقق والعربيات والكلام ده كله. راحة البال ان احنا ربنا يبقى يعني ايه الرضا، اهم حاجة يا جماعة الرضا. فعايزه زي ما انا قلت لكم ان احنا ندعي الايه، كلنا ندعي لها. واللي طبعا إن بيصوم في الايام المفترجه دي ربنا يا رب يقعدوا في ميزان حسناتك. ما تنسوهاش في الدعاء يا جماعه، ان ربنا يعني لعلكم اقرب من الله مني ومنها. فندعي لها كده ربنا يا رب يرزقها بالذريه الصالحه، عاجله غير اجله يا رب ان شاء الله، ويفرح قلبها. ويا رب يفرح قلبها ان شاء الله يا حبيبتي، يفرح قلبك ويسعدك، وكده تجيب لنا خبر حلو ان شاء الله قريب. المهم كده يا جماعه زي ما انتم شايفين خلاص فرشت بقى كده السرير، وابتديت ان انا بقى اروح على المكتب كده برضو عشان لو في اي تراب. انتوا طبعا عارفين الرشاشه الحلوه اللي معايا دي بمشي بيها كده في كل حته، ببقى حاطه فيها طبعا ميه بريحه وصابون. اي حاجه فيها اي بقع ببتدي بقى كده بالفوطه وان انا ايه امسحها. جيت كده بقى مسكت بقى الفرش الحلو ده كده، قلت بقى امسكه كده انفضه عشان لو في اي تراب ولا اي حاجه. واديت برضو تنفيذه كده حلو للسجاد. السجاد بصوا يا جماعه نضيف فل ما فيهوش اي حاجه. وده ناتج عن ان انا قلت لكم قبل كده ان انا اصلا علشان بغطيه مش ببقى اللي انا مثلا ايه سايباه كده بقى للتراب والكلام ده كله، لا على طول مغطياه. فلازم ان انا ايه يبقى هو يبقى نضيف يعني ما يبقاش فيه حاجه. جبت مقشتي بقى كده الحلوه وابتديت ان انا اكنس عشان خاطر لو في مثلا تراب تحت السجاد ولا حاجه. والله يا جماعه ما كانش فيه اي حاجه غير هو بس المنديل اللي كان طالع، اللي هو انا بكنس بس كده زياده تاكيد. عايزه اقول لكم ان انا كنت قاعده اللي هو ايه هقوم اعملك ولا ايه، مش ما كنتش قادره اقوم اعملها، بس برضو شجعت وقمت برضو ايه عملتها. جبت كده بقى ايه الشرشوبه الحلوه كده ماشي، وابتديت ان انا ايه حطيت فيها حبه ميه وان انا مسحت كده الاوضه تمام ايه برسيل جل يا جماعه، ما اقدرش استغنى عنه، برسيل جل حلو قوي. وابتديت بقى كده ايه امسح الاوضه. عايزه اقول لكم ان انا كمان فرحانه
فرحانه عشان احنا قربنا نخش على 800. برضو مش عايزه حد يقول لي ايه 800. لا انا ببقى فرحانه عشان حتى على الاقل ان انا هبتدي ان انا ايه اعمل اول شرط من شروط اليوتيوب، فدي حاجه في حد ذاتها حاجه حلوه، وببقى مبسوطه لكل حد اشترك كده في القناه ودعمني. يعني بجد انا بشكره وبشكر اي حد دعمني في القناه. يعني انتوا اخواتي وانتوا حبايبي اللي وقفوا جنبي، محدش وقف جنبي خالص غير اللي يعني امن بيا كده، واللي يعني دخل واشترك في قناتي وقال ان هي لا فعلا قناتها تستحق ان احنا نشوفها. فدي حاجه بحد ذاتها بتبقى مفرحاني. هنا ده بقى هنا معطر بحاجه حقيقي كده، ابتديت بقى ارش كده في على السراير كده معطر، وارش في الارض كده معطر، وسبت الارض كده السجاد من غير ما انا من غير ما احط فيه اي حتت ولا اي حاجه. دي مين ثواني كده بس. المهم بقى كده يا حبايبي، ابتديت بقى كده ان انا ادخل بقى كده على المطبخ. كنت جايبه بقى قوطه وقلت بقى ايه ان انا ايه اعملها. جبت كده بقى القوطه وجبت بقى الحله كده على النار زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اقطع القوطه وهعمل ايه الحل. هعمل القوطه هضربها واسيلها او اشيلها في التلاجة علشان خاطر بقى كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل علينا. فعايزين يعني بيبقى قد ما بنقدر ان احنا بيبقى عايزين نخلي بقى ايه قوطه بقى كده في التلاجة، علشان خاطر ايه اكتر حاجه احنا محتاجينها هي الصلصه دي بنحتاجها بطريقه. فعلى طول اهم حاجه ان انت تخلي على طول عندك صلصه في التلاجة. ابتديت بقى كده اشغل الخلاط واضرب، والخلاط ما هو شغال بقيت اقطع في القوطه واحط برضو ايه في طبق علشان خاطر انجز معايا الوقت. اليوم ده كان عندي يعني عارفين طبعا انتوا عارفين من الشغل للبيت لكندا ولواجباتها للحاجات دي كلها. فطبعا بيبقى معايا الوقت مفيش وقت، ببقى عايزه وقت على الوقت. والله العظيم ببقى عايزه وقت على الوقت، لاني كمان انا لازم ارجع اريح شويه انام علشان اقدر ان انا اكمل بقيه اليوم. مش هقدر اكمل بقيه اليوم من غير ما انا ايه انام او كده. ابتديت بقى كده ايه اضرب القوطه واحطها ايه في الحله علشان خاطر ايه انجز معايا. كنت بقى الوقت ده شغاله ايه ها يا منى هتعملي اكل ايه، ها هتعملي اكل ايه. فكنت شغاله طبعا افكر هعمل اكل ايه، ما كنتش عارفه خالص اعمل اكل ايه، بس الحمد لله عرفت بقى وهتشوفوني في الفيديو هعمل اكل ايه. المهم كده برضو خلصت القوطه وابتديت ان انا زي ما انتم شايفين اضرب فيها، وضربتها وخلصتها الحمد لله. وهحطها بقى في الكيس واحطها في التلاجة علشان خاطر ايه ادي حاجه وخلصت منها. ولو لقيت قوطه كمان يعني هشتري تاني. برضو القوطه زي ما انا قلت لكم ما بتخسرش خالص في الفريزر وبتنفعني. لو اي حاجه اطلع على طول كيس الصلصه هعمله لو حبه مكرونه فاهمين، فمش هياخد معايا برضو ايه وقت. فبرضو انتي برضو لو انتي لسه ما خزنتيش القوطه ما تنسيش ان انتي برضو تجيبيها، عشان برضو على فكره على دخلة رمضان القوطه والحاجات دي بتغلى قوي. فعايزين ان احنا يعني نحاول على قد ما نقدر نخلص يعني الحاجة اللي هي ورانا او الحاجة اللي بتاخد معانا وقت. عايزة اقولك بقى يا ست الكل يا امورة يا اختي وحبيبتي وامي وصاحبتي، لو انتي وصلتي معايا لحد هنا يعني وصلتي ولسه متابعاني يعني في كلامي ما جريتيش الفيديو، عايزه اقولك ان ربنا يا رب يسعد قلبك ويفرحك. وعايزه اقولك كمان ربنا يرزقك راحه البال ويسعد قلوبكم كلكم. وكمان عايزه اقول لكم يعني ما تشيلوش الهم يا جماعه. بجد والله الفتره دي بقيت اشوف الناس كل الناس معظم الناس مش كل عشان خاطر نبقى يعني صادقين كده مع بعض شايلين الهم. سيبوها على ربنا، وربنا ان شاء الله هيفرح قلوبكم ويسعدكم. فما تقلقوش، خليكم ماشيين كده ببركه ربنا. المهم بقى كده يا جماعه، جبت كده بقى ايه بطاطسيتين وقلت خلاص انا هعمل صينيه بطاطس على قدنا علشان خاطر ايه ما تقعدش. برضو انتوا عارفين البطاطس هي اكلة يوم. جبت بقى بصلايتي الحلوه كده ابتديت ان انا اقطعها، وبقى فص الثوم كمان الحلو هحطه تمام. والقوطه برضو كان حبه قوطه كده كانوا فاضيين صغيرين ضربتهم برضو وايه وكده خلاص. القوطه الصينيه خلصت معايا، بحب اعملها ني في ني. هحط برضو كمان معلقتين سمنه بس يا كنده سيبيها. طب سيبيها. هحط برضو كده بقى ايه معلقتين السمنه معايا، واحط بقى ايه بهاراتي فلفل الوان ايه فلفل اسمر، وهحط الماجي واحط 7 بهارات تمام. وكده كانت هي بقى خلصت معايا. وحطيت كمان ايه الزيت زي ما انتم شايفين، وهنزل بالصلصه ومعلقه السمنه اهو يا جماعه.
وانزل بقى كده بالصلصه ومعاهم حبه ميه. تمام. وهحطها بقى كده على النار تفضل تغلي ايه مع نفسها. بعد ما تغلي هحطها في الفرن. بس هو بقى بصوا سهله كده اهي وما فيهاش اي حاجه. انا اصلا يعني ما فيش حد في البيت غير انا وكندا وبابا، وبيبقى كمان بنحط الاكل في الايه على العشاء. فهم 3 بصيات حلوين قوي عشان ما يقعدوش معانا. مكان بقى كده الاكل ابتديت ان انا اغسل والاكل اللي طلع ده برضو حطيته في كيس اللي هو يعني قشر البصل والحاجات دي. وجبت بقى هنا كده ايه ورك، طلعت ورك واحد بس. انا ما يعني مش عارفه ما بمناش تقول عليه، انا ما بحبش الفراخ خالص. مش عارفه بحب مثلا البانيه ستريبس الحاجات دي. فطلعت ورك واحد بس لكندا وساعات كريم ممكن ياخد منها ساعات مش كل الوقت كمان. طلعته وحطيت حبه ملح وحبه فلفل والدقيق وسبتهم. بصوا يا جماعه ما حدش يقول لي يعني ايه ورك واحد بس انتوا التلاته، لا احنا ما بنحبوش فعلا. احنا لو انا عايزه اطلع هطلع، انا الحمد لله عندي وربنا يا رب يرزق كل الناس. فما فيهاش اي مشكله. بس ايه فايده ان انا اطلع؟ تمام يعني مش عشان انا مثلا عندي قناه فلازم بقى اطلع بالعشر وراك بقى والكلام ده كله. لا لا، يعني مش مستاهله. يعني انا طالعه بتعامل معاكم بطبيعتي ومفيش اي حاجه. مش عايش زي ما انا قلت، مش انا عشان انا عندي قناه الاكل يترمي مني، لا. انا عمري ما هعمل كده. انا بعمل اللي انا بعمله في البيت انا بعمله قدامكم. بس ابتديت بقى كده ان انا اجيب الملوخيه وابتديت ان انا ايه اقطفها عقبال ما خاطر عقبال ما اسمه ايه الفراخ كده تتنقع. تمام. قلت برضو ايه اقطف الملوخيه على طول. عايزه اقول لكم ان الملوخيه الايام دي طعمها مش حلو. ف يعني يستحب ان انتوا لسه ما تجيبوهاش دلوقتي، سيبوها لسه لسه شويه. طعمها غريب يعني مش عارفه ليه. عايزاكم برضو تقولي لي في الكومنتات هي فعلا طعم الملوخيه كده تحس ان هو طعمه غريب يعني مش طعم الملوخيه اللي احنا بناكله. المهم يعني عملتها وكلناها والحمد لله. بس برضو ايه ما عجبتناش لان بقى منها برضو ما كانتش اللي هي برضو. قلت يا ريتني والله كنت عملت الملوخيه اللي هي الناشفه، كانت احسن يعني. المهم ابتديت بقى كده اقطفها. تمام. عقبال ما الورك يعني كده لازم يبقى نضيف يعني يتنقع يعني كويس عشان ما يبقاش فيه اي ريحه. برضو لميت كل حاجه جنبي عشان خاطر مش عايزه ايه يبقى في حاجات جنبي تبقى بهدله في المطبخ. طالما كمان ما فيش كمان فواقين في المطبخ ببقى عايزه كل حاجه تتلم ايه اول باول. غسلتها بقى كده الملوخيه كويس وسبتها ان هي ايه تتنقع. مش تتنقع، تتصفي يعني ميتها كده. بصوا البطاطس يا جماعه، بصوا شايفين شكل البطاطس عامل ازاي؟ والله شكلها تحفه. سبت بقى البطاطس على جنب وكانت القوطه كمان بتكمل يعني بقت سواها. برضو بصوا انا بحب اخش المطبخ اشغل كل العيون. كان هنا بقى عندي حبه شعريه. كانت الشعريه دي ايه كانت باقيه معايا. كنت مره بعمل الرز ولقيت الرز ايه لقيت الرز الشعريه كترت مني. فرحت طلعتهم ورحت حطيتهم في علبه في التلاجة وايه وسبتهم. شفتوا نفعوني بقى كده. هم بمجرد ما فكوا هنزل عليهم الرز. تمام. وكده كانت يعني ما خدتش معايا وقت. فانا بفكر فعلا في رمضان ان انا اعمل الموضوع دوت عشان طبعا الشغل وكده ان انا احمر الشعريه واسيبها وحمر اللسان عصفور اسيبه في التلاجة. فمش عارفه برضو انتوا قولوا لي رايكم ولا خلاص هي واقفه مره واحده في المطبخ وهم برضو اصلا مش يعني مش هياخدوا وقت وانا في المطبخ. انتوا ايه رايكم؟ قولوا لي برضو في الكومنتات، عايزه اسمع اعرف رايكم ايه. اعمل كده واحضر الحاجات دي قبل رمضان واسيبها في التلاجة ولا لا هم خلاص بمجرد ما انت دخلتي المطبخ خلاص هتخلصي كل الكلام دوت. المهم برضو رجعت كده غسلت الورك تاني كويس وجبت بقى كده الحله بتاعتنا الجميله عشان خاطر اديله ايه اديله الصدمه. حطيت كده ماده دهنيه حبه زيت كده بساط. تمام. وهنزل ايه اديله الصدمه بتاعته يغير لونه وانزل عليه ايه بميته. بصوا غير لونه ازاي. هنزل بقى كده عليه بورق راوله. ماشي. بحب قوي ورق الراوله في الفراخ بتديها يعني ايه طعم حلو وريحه حلوه وبتشيل اي ريحه زفاره فيها. وبعدين هنزل عليها ايه بالميه. هنزل كده مع كوبايتين ميه علشان خاطر ايه الفراخ يعني تستوي معايا كده.